هذه العيون، هذه الداخله راه معيشين فيها الناس نورمال وراه تابع المغرب. بصح حنا يضل يكسر لك في راسك، راهو ماشي باش يحررها، راهو باش يخلي القضيه هذه موجوده يعفن بها المنطقه، وهما المصالح تاعهم الدراهم تاعنا راه ماشيين. انت منين تحل فمك، منين تجي تهضر يقول لك شت، رانا ندعموا في حق الشعوب في تقرير مصيرها، اعطيني حقي. لا 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 لا، ندعموا في هذوك مساكن. هو ما يدعم ما والو، هو الدراهم هذوك راهم يروحوا يترونزيتيو على البوليساريو ويروحوا للحسابات تاعهم في اوروبا. هذه هي القضيه خويا، انت راك فاهمها باسكو راك فهمت البدايه تاع انه كيفاش هذو الناس عندهم امتيازات خير منك. يا استاذ فهمني برك، غير فهمني اسكو فهمني اسكو كاين مصالح شعبيه ومصالح دوليه من القضيه هذه، ولا راها غير هكذا برك؟ احنا عندنا اهداف باش نعرفوا، غير احنا ما عم نمشوا برك ماناش فاهمين. ما كاينش واحد خرج وضح لنا القضيه هذه باش نعرفوا اسكو نصروها ما نصروهاش نورمال. انا معليش، انا سالني برك باش وجهني انت بالاسئله تاعك وانا نحاول لكن في هذه فقط نقول لك دركا اسيدي نقولوا هذا البوليساريو، نقولوا اسيدي نروحوا ندعموه لو كان جا صح باش يديروا دوله. لو كان هادو الناس يديروا اصلا دوله في المنطقه وهي حاجه مستحيل تصرى، واش راح يصرى؟ هادو الناس راح يتقاتلوا، هادو البوليساريو راه معرايه، راك انت بالك عندك صوره عليهم، راهم ماهمش ناس راح يديروا دوله ويبنيوا وكذا، ناس راح يتقاتلوا. يدير لك المنطقه تاعنا راح يدخلوا هذوك الجماعات الارهابيه راح تخلط الحيه. هذه حاجه. ثانيا واقعيا هادو الناس ما يقدروش يديروا دوله، لانه القضيه راهي خلاص. درك الولايات المتحده الامريكيه تعترف بمغربيه الصحراء، فرنسا تعترف، اسبانيا تعترف. وصلنا حنا واش مصلحتنا رانا ندعموا في القضيه هذه؟ اعطيني مصلحه وحده من هذه مش فاهمه انايا، هذه اللي حاب نفهمها غير موجوده. هذه القضيه خويا محمد بوضياف، نختمها لك برك، قتلوه لانه جا راح يحل القضيه هذه. محمد بوضياف قال لهم هذه القضيه نحيوها جانبا، ما كان دوله لا صحراء غربيه لا والو، قال لهم مع المغرب نقعدوا في طابله نحلوا القضيه هذه. علاش قتلوه؟ باسكو يدخل في القضيه هذه، لانه القضيه هذه تمس في المصالح تاع النظام. هذه ماهيش قضيه تاع مصلحه الجزائر كجزائر، مصلحه النظام كنظام. هذه هي خويا، هذه هي خويا. صح استاذ، ربي يحفظك. مرحبا بك خويا، ميرسي بوكو، يعطيك الصحه. تحياتي لك من الجزائر، ربي يحفظك. الله يهنيك خويا، شكرا لك. ولا المساله هذه انا دائما نقول الناس اللي خصوصا الناس اللي يحب مرحبا يحب يسقسي، انا ما نقدرش باسكو الناس راهي ما عارفاش الابجديات تاع القضيه هذه في الجزائر. هذا خونا راهو عارف، راهو فاهم، مادام بدا يجبد قاعد يشوف باللي الناس هادو عندهم امتيازات، راهو فاهم البدايه تاع القضيه. مي حنا راهو الناس ماهيش فاهمه اصلا واش هو القضيه هذه، يدخلوا لهم في راسهم حاجه بصح ما على بالهمش بالحقيقه وين راهي متخبيه، انه مصلحه النظام راهي في اللعب ماشي مصلحه الجزائريين كجزائريين. جماعه ضربوا لنا على الشاشه برك باش نافونس شويه ما نطولوش. سلام، مساء الخير اختي، مرحبا. واش راك شوقي؟ لاباس؟ والله بخير. شوقي وين راني نروح يكتبوا لي شوقي خلاص. احنا شركه دوكا في المعارضه. ورطتي روحك يا جدك. خلاص سي فيني بور موا. مرحبا بك. الله يسلمك. جو فولي فير اون انترفونسيون على قضيه بشار. بشار انا شفت ناس هضروا على الكارثه، ناس هضرت على المأساة، على الاحوال الجويه، بصح حتى واحد ما تطرق على الجانب القانوني ومسؤوليه النظام في الناس اللي هلكت في 7 سبتمبر. لازم تعرفوا باللي قانونيا الا قدرت تترجم لي لا ميزون دونجي دوتروي بالعربيه، تعريض حياه الاخرين للخطر. شكرا. اي دوله في العالم، ناخذ مثال الولايات المتحده، انا كي نكون قاعده في داري
إذا كاين أي اضطراب جوي يشكل خطر للإنسان يبعثوا لي SMS أميل باش ما نتعرضش للخطر، تسمى ما نخرجش برا ونعرض نفسي إلى الهلاك. لكن لاحظنا في 7 سبتمبر باللي الشغل الشاغل تاع الدولة التي تتحكم فينا كان الانتخاب، وكانوا يحثون الناس على الخروج. يعني الناس يزيتي en danger de mort وهلكوا، وهما في القناة العار يقولوا لهم اخرجوا. من هذا المنبر أنا ماذا بيا je fais appel aux associations les associations الجمعيات humanitaires، من فضلكم هذه القضية لازم نفتحوا enquête et on détermine les responsabilités، لأن صح هذه قضية حادثة، يعني سي نورمال دي بيرتورباسيون كاينين في سي لوجيك، بصح عندنا الأرصاد الجوية، وهذه الأرصاد الجوية لابد كان عليها دير بيان على الخطر اللي كان راح يصيب ناس بشار. وطبعا هذه القنوات العار لازم تحاسب، لأنها أوليو تهدر على لو دونجي اللي كاين في بشار، ركزوا على الانتخابات وفهموا الناس باللي واجب وطني يخرجوا في هذه الحالة. وفقط طول اختي في السياق تاعك راني دائما نقاطعك. لا انا شفت باش نزيدوا درك يزيدوا باش يقولوا مليح عامل المخزن، والله شفت ايام قبل ما تصرى لي النصرات في الاقاليم المغربيه في الجانب الشرقي تاعهم، ربما 4 ولا 5 ايام شفت هما حاطين نشرات، وحتى النشطاء تاعهم كانوا بزاف اللي يقول لك باللي راهو جاي فيضانات وراهو جاي امطار غزيره وكلش. يعني من المفروض انه حنا كان يكون نفس الشيء. ما فهمتش علاش ما كانش اصلا ايام من قبل ولا واحد. انا قلت هذيك الخطره، عطيت مثال، واحد دار فيديو يوم 7 سبتمبر يوم الانتخابات، قال لهم انتم على بالكم باللي حنا رانا نغرقوا ولا ما سمعتوش بينا ولا كيفاش؟ ابسولومون حاجه سي با نورمال، يعني حاجه غريبه جدا واش صرا في القضيه هذه. وهذه القضيه ما لازمش تمر مرور الكرام، على خاطر الجزائريين ماهمش كلاب، ما راناش حياتنا ما تسواش. وباش يكون نظام يؤدي الى هلاك شعبه من اجل المصلحه الشخصيه لازم يحاسب، هاد الناس لازم يتحاسبوا. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي هضرت لنا على الأطفال، أطفال الجزائر. صح هذاك الأمريكي يعني كي تشوف هكا قلبك يوجعك، وإحنا على بالنا شفنا قنوات العار قال لك 9000 أنفون، 9000 طفل سنويا يغتصبوا. هذا هو الطفل الجزائري سنويا خاوتي، وكاين سكوت تاع هادو هما يعطيو الناس اللي صرح بهم مصراتي، وحنا واش مخافيه راهو اعظم بكثير. هذوك الناس اللي يخي تعرف كاملش نعرفوا الواقع، الناس اللي تلقايهم يبيعوا في الطريق وكلش، انت تظني باللي هذوك الشيء اللي يتعرضوا له. وانا حكيت برك في الصغر كانوا اللي دائما نحكي هذه اللي يجيو يقراو في المدرسه كي كنت نقرا يركبوا في سيارات اجره غير شرعيه، ما كانش السيارات الاجره. تخيلي في الشتاء بنيتات صغار مع وحوش بشريه، ناس ما عندهم لا ترخيص لا والو، يركبوا معاهم على 6 7 تاع العشيه باش يجيو مروحوا من ليكول، وكي على بالك واش يصرا فيهم. هادو كامل هادو ماهيش داخلين في الاحصائيات هادو. اكزاكتومون، ما خفيه اعظم، ما خفيه اعظم. هذه سي سيغتان، ويجوا يطلعوا الجزائريين ويعطوا الدروس للبلدان الاخرى. يعني يفو باليي دوفون شي سوا اخواتي، لازم لا بريوريتي تاعكم تكون اطفال الجزائر. هذه هي. الاخ اللي طلع، يعني انا فرحت باسكو هنا نشوفوا باللي الجزائريين بداو يتوعاو على قضيه البوليزاريو، والسؤال تاعو كان يعني ذكي جدا. ما هي مصلحة الجزائر في مساندة البوليزاريو؟ الجزائر ما عندها حتى مصلحة مع البوليزاريو. المصلحة هي مصلحة شخصية، أموال بدون رقابة، هذه مصلحة شخصية. الجزائر au contraire تخسر الجار وتخسر الأموال.
جو فولي اوسي قبل ما نروح عليك نحكي لك على الديمقراطيه اللي ماشي كاينه في الجزائر بصح كاينه في امريكا. ما باش ولا تبعت لو ديبا بين اريس وترامب. ايه بيان سور. الله الله على بالك قمه الديمقراطيه. شوف حنا حتى واحد ما كان برا، تو الموند كانوا فوكس في لا تيليفزيون. 45 مينوت دو ديبا، عبالكم يا جزائريين لو كان تعيشوها تتغيروا. ما كاش اجمل من لي زيليكسيون بريزيدونسيال في امريكا صراحه. شوفوا انا قلت لكم غران فافوري كان ترامب. والله نبكي على بالك. والله صراحه الدمعه تجيني كي نشوف لي ديبا، يعني سواء الولايات المتحده الامريكيه حتى فرنسا ولو ماشي نفس المستوى، بصح صراحه قلبك يوجع. هذوك هما اللحظات اللي تقول علاش حنا علاش. على بالك وهذوك اللحظات يعني الناس اللي تحب السياسة تتمتع صراحة. صراحة وكما قلت لكم من قبل، قلت لكم ترامب غران فافوري. تحاولوا تشوفوا الديمقراطية. صراحة أنا جو سويز اون ريبوبليكان، بصح كديمقراطية شو اللي داروه أغيس كانت محضرة نفسها بقوة، ولو بوت تاعها سيتي دو ديستابيليزي ترامب. مالوغوزمون ما درت الناس الضحكه تاعها الاسطوريه. لا كانت عبالك سو ديفرنت صراحه، كانت مختلفه كتير و الا ديستابيليزي ترامب. سي دي زور دو كوتشينغ دو تما كي تشوفي على بالك يعني راهو عامل تما راهو جبار يميش حاجه. هذا هو انه يعني حتى لدرجه تاع التفاصيل هما كيفاش وصلوا لها تما. كيفاش مثلا هي لو كانت تقارني الخطابات تاعها من قبل كما كانت في النقاش هذا تما مختلفه تماما. يعني تشوف العمل، تشوف باللي دارت خدمه كبيره باش وصلت للدرجه هذه. شوف يا ليتنا يكون عندنا سياسيات كش ما يوم بوتيتر ميراكل ما على بالناش. هي كانت بروكورور وكانت ديبوتي، واليوم راهي ان تشالنج بور ديفينير بريزيدونت. على بالك باللي شت يقولوا لك باللي الانسان كي يبدا لا كومباني او فور اي ميزور بعد كيلبس ثوب الرئيس. يعني هذا ثوب الرئيس يجي او فور ا ميزور، ما راحش يطيح لك من السماء. وصراحه مالغري انا جو سوي ريبوبليكان نعاودها لكم، بصح هاريس خدمت خدمه جباره. كانت في لافرونتمون كانت تخزر فيه ولا ديستابيليزي. واقوى نقطه لترامب كانت ليميغراسيون، كسراتو فيها على خاطر يعني il a utilisé des termes un peu racistes malheureusement. طاح في لو بياج. ما بيش لاش في التيك توك عباك في الامريكان هنا دايرين حاله they eat cats and dogs. ما بيش لاش شفتها الصراحه هذه استنى بصح النقطه هذه انا من بعدا يخي جا سوا ديزون دار الفاكت تشيكين هذاك قال لك باللي القضيه غير موجوده. بصح انا جي في لا فيديو بعدا رحت حوست على لا فيديو في المنطقه اللي هضر عليها. كاين صح في واحد المقطع كانوا مواطنين يشكيو من امريكان يشكيو من المهاجرين هادو، وكاين وحده في النص قالت بانهم ياكلوا يعني كاينه شهاده حقيقه. هي كانت شكوى وكانت انفستيغاسيون، والشرطه الفيدراليه قالت بان كل حاجه ما كاش. دونك خرجت اوفيسيالمون. على بالك هنا ما يلعبوش كي تكون حاجه يكتبوها. هو قال اصلا من بعد قال له اي سو ات اون تيليفزيون. يعني اصلا هو صراحه كي تمد الحجه هذه شويه راك ضربت شفت حاجه في التلفزيون. اكزاكتومون. مالوغوزمون ابري لو ديبا بون هذه ولات في كاع لي زاميريكان رجعوا داروا اون شانسون دايوغ على جال هاد لا فراز. لا هما ميشتيو هذا على فان كتبوا باللي فريمون هاريس تبدلت بزاف، ولي سونداج لابورت غراند فافوريت. بيان سور مازالنا نشوفوا. انا نقول لك كان ديتاي. انا صراحه انا بالنسبه لي او ماشي باش نقلل من المراه ولا، بصح مهما كان لا اظن اصلا الامريكيين لا اظن انه عندهم واحد الحساسيه. اصلا المجتمعات الغربيه بعد انه فكره امراه تحكم تاخذ شويه وقت، خصوصا مجتمع كما الامريكي. وكانت واحد اللقطه شغل ترامب سكتها. هي كانت راح تتكلم فوق هكا بصح سكتها بواحد الطريقه نوعا ما. نظن في اللقطه هذيك يكون عندها شويه تاثير على الانسان اللي راهو يشوف.
لو كان تعاودي ترجعي لها بدأ شوف انا نقول لك انا صراحه على بالك باللي الموقف تاعي في القضايا الحساسه سورتو كيستيون فالور لكن يعني ça va être un match très serré ça va être très difficile de gagner علاش باسكو انا كنت نتمنى يهضر على واش راح يربح الامريكي. هاريس في هذا الشيء هضرت اون شيفر اون دولار واش راح تمد الامريكي في لي نوفو بروجي في لي زيت في كل حاجه، لكن مازال ما خسرناش راح نشوفوا سافا تري سيري راح نشوفوا مازال ليسبوار. هو برك حاجه نختموا بها هذه ماشي انت وعلى بالي كي تفهمتها برك الناس اللي انا حاجه تشدني هي لما يحكيوا على اسرائيل وفلسطين تولي كشغل التهمه هي انك ما تساندش اسرائيل. تسمى كشغل ترامب مثلا قال انه لو هاريس يعني توصل للرئاسه وتكمل لي سنتين راح تختفي اسرائيل. معناتها انه الناس هذوك اللي يقول لك راهي والقضيه الفلسطينيه ودرك راهم الغرب وكذا، راهو حتى ليليكتور امريكا يعني المنتخب الامريكي بالنسبه ليه اي واحد يضر بمصالح اسرائيل راهو هذا ما ينتخبش عليه. يعني تسمى التهمه هي انك ما تساندش اسرائيل ماشي هي انك تساند. ابسوليومون باسكو بوتيتر الناس اللي متبعين السياسه على بالهم بلي كاينين لوبينغ لهنا بين لي زيتازوني واسرائيل في تحكم امريكا ماشي تحكم اسرائيل. دونك بوتيتر كو تطلعوا اكثر. وصراحه البلاد اللي ما عندهاش اليهود ليست بلاد، على خاطر اليهود هما ناس لي فينانس حاكمين الدنيا. دونك البلاد اللي ما عندهاش اليهود يضر في نفسها ما رايش تضر فيهم يعني صراحه. والدليل حنا نهار من نهار حاوزناهم رانا وين رانا على كل حال. وحنا شوقي برك باش نكمل هذه احنا يا اخي ماشي خير من الامير عبد القادر اللي ضلوا تغنيوا به وليدو مدفون في إسرائيل بجنسية إسرائيلية واسمه دوف. دونك انتم لستوا أحسن منهم وخلاص وعلى بالنا كلش. تفضل شوقي. الأمير عبد القادر والله هو اللي كان فاهم الفيلم فينا، هو دخل الماسونية وما كسرش راسه خلاص. على كل حال راح نقول لك برك مبروك عليك الجنسية المغربية راه ما عطاوها لك في التعليقات. شكرا جوستومون. هذه شوف عندنا زوج نقاط شركة الجنسية. شكرا إخواتي يعطيكم الصحة. دوك نروح لمراكش. رانا كومباتريوت درك عملاء وكومباتريوت رانا تسمى طوب. شكرا اختي العزيزة مرحبا بك. طنفوت بالسلامة. ميرسي بوكو. هاي دات الجنسية المغربية وهبطات وكلش. اللي يحب الجنسية يطلع يتفق معاي فوش راني نقول. انا نعطوها لي فيها انا نهاية 2020. تشوفوا نهار دونالد ترامب اعترف بمغربية الصحراء هذاك الوقت ديتها انايا. مساء الخير تفضل. ال جي 79 السلام عليكم. وعليكم السلام مساء الخير. يا اخي لي شرف كبير اني اليوم من راك طلعتني معاك في هذه اول خضراء. مرحبا بك. انا من الجزائر من ولايه عنابه يعني ماشي بعيد عليك بزاف يعني نورمالمون انت من قسنطينه بوتيتر ولا من جيج ولا ما عرف واحد كل واحد وين يقول. لا انت اللي قلت واحد خاطر راني من جيج جو بونس نو اني في زواياك ماناش بعاد بزاف ولا حتى اللهجه تاعك نورمالمون من قسنطينه. هنايا من عنابه خويا. والله يا اخي الكريم عندي واحد نقطه ولا زوج يعني نطرحوهم معاك فيما يخص هذيك تاع المرجان. هذا البرودوي الجيريان اللي قلت تاع المرجان هذا البرودوي الجيريان تاع المرجان هذا تاع الشوكولا تارتيني هذه يعني سي با لو غوفرنمون الجيريان كي في لا بوبليسيتي تاعو. Je pense des tiktokers, je pense des immigrés, même je pense même pas des immigrés. Je pense des étrangers, يعني
دي فرونسي دي لا لا، هي بدات القصه في مواقع التواصل الاجتماعي واجانب صراحه في البدايه، هذوك لي انفلونسور وكلش اللي فاقوا به. بارك الله فيك، يعطيك الصحه. دونك يعني اللي حبيت نقول لك الدوله الجزائر ما عندها حتى كما نقول احنا يد في ترويج هذا المنتوج، ولكن انا يعني حقيقه راني حاير باسكو شفت فيديو تاعك قبل اليوم باللي جبت على لافير تاع المرجان هذه وواحد الطريقه شغل قاعد تستهزأ يعني بهذا المنتوج، على اساس انه مثلا جبت واحد خطره لا فيديو تاعك درت اون سيكونس هكا تاع فيديو، قلت واحد الدوله مجاوري خاوتنا المغاربه اشقاء، خاوتنا شعب واحد وامه واحده، وهذا قلت راهي كهرباء سيارات كهربائيه وما هضروش، وحنا على جال المرجان نهضروا، حنا الدوله ما هضرتش على المرجان شوكولا هذا تاع طارتيني هذا سي دي تيك توكر ميم با دي الجيريان، هما اللي قاعد داروا لا بوبليسيتي عليه. يعني انا حبيت نسقسيك وعلاه انت درت اون سيكونس فيديو على جال هذه على جال هذا البرودوي وربطته بالكهرباء السيارات تاع ولا السيارات الكهربائيه تاع المغرب، وتقول باللي هذو ما داروا مش داروا وما هضروش وانتم على جال المرجان هضروا، انت قاعدين تهضروا. هذه الاولى. اولا نوضح لك برك، شكرا لك، نوضح لك برك. انا اولا ما تكلمتش على السيارات الكهربائيه، قلت انه انتاج يعني السيارات في المغرب وصل انه يدر يعني 15 مليار دولار، يعني حجم الصادرات نحو اوروبا، نحو السوق الاوروبيه، وانهم تجاوزوا حتى الصين في السوق الاوروبيه بطبيعه الحال اللي الان راهي في 13.6 مليار دولار. قلت انه في وقت الجيران راهم يتكلموا على هذا الامر ويفتخروا به ومن حقهم، مش خوتنا الناس بلد ما عندهم لا بترول لا غاز ما ويفتخروا بالانجاز هذا وبصحتهم. قلت في وقت هما قاعدين يفتخروا هذا، قلت حنا الانجاز الوحيد في 2024 منذ 1962 هو اننا درنا كريمه تاع مرض السكري، سميتها هكا بالطريقه تاعي انا كيفاش نقدم الامور. لكن الموضوع راهو ماهوش في هذه الكريمه في حد ذاتها، ولو انه صراحه الامر ساخر نوعا ما، هو المبالغه في انه شغل درنا انجاز وانه حاجه عظيمه. شكون اللي دار؟ شكون اللي قال الجزائريين كجزائريين، شكون هما كشعب، شكون في المواقع سامحني الناس كنتكلم على الموضوع. سامحني الاخي الكريم، معليش تقصيك. اسكو انت شوف دي تيك توكر الجيريان ولا دي سيتويان الجيريان خرجوا قالوا المرجان نعم وين؟ اعطيني دي فيديو اسمع بالالاف. لا في البدايه انت راك تابعت البدايه اخويا، انت تابعت البدايه. نعم انا راني نقول لك البدايه تاع الترند هذه تاع هذا الامر اللي صنع الحدث، كانوا دي انفلونسور اجانب بالك شافوا هذه لاباط وصرات هذه القصه. لكن فيما بعد راه ولا درك كامل وحنا وعندنا ومرجان تاعنا ومرجان خير من كذا وخير من املو وما على باليش واش ودرنا انجاز ورانا نصدروا، وبضع قنينات ما كانش بضع الاف تباعوا. درك راهي جات شحنه رسميه، راهي المعلومات تقول بانه تم رفضها لانه المعايير تاع الاتحاد الاوروبي بطبيعه الحال تمنع ادخال مواد بالشكل الفوضوي هذا. دونك هذا هو. انا واش قلت؟ انا قلت حنا المشكل تاعنا حنا في اننا نفتخروا بلا شيء، هذا فقط. هذا واش قلت انا، كان ماذا بيا نفتخروا بصناعات عسكريه، نفتخروا بشركات تنجح، نفتخروا بكذا، هذا فقط، هذا ما قلت انا. لا معليش اخي الكريم، انا واش حبيت نقول لك برك، انا لي فيديو اللي تهضر عليهم قال دي زاجيريين خرجوا داروا لا بوبليسيتي لهذه وتفتخروا بالمرجان، هذه احنا ما شفناهاش، شفنا دي تيك توكر اتروجي ما عليناش يا با بروبليم. لكن بيت القصيد قلت انت، انا قلت لك بيت القصيد وعلاه انت ربطت درت اون سيكونس فيديو في التيك توك وتقول باللي وعلاه ربطتها بالمروك، وعلاه ما ربطتهاش بدوله اخرى، وعلاه غير المروك؟ باسكو كاين واحد المرض في الجزائر اسمه متلازمه المروك. لا شوف اخي الكريم، خليني نقول لك، وانا باش نستفز الجزائري دائما نحكي له على المروك وعليها يضل يقول لي عامل المخزن، بصح انا نزيد نستفزو بها. وباسكو كيفاش؟ باسكو كي نقارنوا لكم بقطر والامارات يجي يقول لك كيفاش تقارنوا هذوك، هيا نقارن لك مالا بالمغرب.
تقريبا نفس عدد السكان، هما ما عندهمش الريع تاع البترول والغاز، راهم يصدروا السيارات خير منك. اروح فهمني في المعادله تراش. بسم الله. صح، ما كان حتى مشكل. انا قبل ما نكمل معك الكلام اخي الكريم نقول لك حاجه واحده برك. الشعب المغربي والشعب الجزائري وشعب اخوه وشعب واحد وعندنا تاريخ حابين واحد. نقسموهم برك، حنا هما خاوتنا حابين نقسموا لهم بلادهم برك. لا سامحني دقيقه برك انا بلا الخطاب تاع خوا خويا، برك انا بلا الخطاب تاع خوا. معليش تخليني نكمل نهضر يا اخي. انت مع تساند البوليساريو ام لا؟ هذا دوك نجاوبك. معليش دوك نجاوبك. ما تقوليش خاوه برك. حكايه خاوه هذيك نخليوها في مطبقات العراق، ماشي عندي انا. معليش يا اخي الكريم، حنا نحترموا بعضنا، نهضروا بادبيات يا اخي كيما نقول حنا. نحترموا بعضنا، بصح انت احترم عقول الناس، ما تقولش خاوه وانت راك حاب تقسم له بلادو. كيفاش خاوه؟ ما كان. انا شوف، الشعب المغربي الشعب فهمني اخي الكريم، وحنا الشعب الجزائري والشعب المغربي شعب واحد كيما التونسي كيما العراقي. في مدينه الداخل اخوك، في مدينه الداخل اخوك، في مدينه الداخل اخوك. سامحني قلت لي حابين نقسموا معك خويا، راني في النقطه هذه بعد نكمل. في مدينه الداخل المغربي خوك. اسمعني دقيقه برك، سامحني دقيقه، سامحني من فضلك. هل المغربي في مدينه الداخل اخوك؟ رجاء جاوبني فقط. لا انت سالتني سؤال، قلت لي حبيت نقسموا لهم بلادهم، انت قلت لي حابين نقسموا لهم بلادهم. انا كجزائري حابين نقسموا، صح ما كان حتى. انا راح نجاوبك بسؤال. نجاوبك بسؤال. كيفاش انا طرحت سؤال ما جاوبتنيش عليه وتطرح لي سؤال؟ انا راح نجاوبك، باسكو انا راح نقول لك انت اللي جاوبني. انت بسؤال. معليش راح نجاوبك برك. هذا سؤال باسكو سؤال في الصميم، سؤال هو يعتبر اجابه. ما تقدرش تجاوب اذا كان المغربي في الداخل اخوك، باسكو ما تعتبروش مغربي اصلا. ما كان حتى اشكاليه. دقيقه برك، دقيقه. سؤال بسيط صح. واش رايك في السبعينات كاين المغاربه، ولكن انا مش حاب نهضرها هذه، كيحبوا يدخلوا على الجزائر بالعسكر. بارك الله. دونك علاش في السبعينات كاين في السبعينات كاين زوج حروب. امقاله كاين زوج حروب. علاش صرات امقاله؟ علاش صرات؟ هذه سقسيك انا قاعد نسقسيك. علاش صرات امقاله؟ حرب الحدود. على جال الحدود. علاش على جال حرب الحدود. راك تحكي بالك انت راك رايح الحرب، انت راك رايح بوكو بليس الحرب الرمال، راك خلطتها كيف الامقاله. اسمعني قلت كاين زوج حروب. الموضوع في السبعينات كان مرتبط بقضيه واحده اخرى، ما كانش مرتبط بانهم يحبوا يصدموا علينا. مش الحدود. واش من حدود؟ باش كانوا يطالبوا بالاقاليم الشرقيه كما يسميوها هما الاقاليم الشرقيه. في السبعينات علاش قامت؟ في الستينات وفي السبعينات بعد الاستقلال. كيفاش علاش ترمي روحك في بير؟ انا قلت لك زوج حروب. انا واش قلت لك؟ قلت لك زوج اخي الكريم. قلت لي انت في السبعينات انت تحكي على حرب الرمال اللي هو صراع نعم حدودي، فيه الاشكاليه الحدوديه، ولو انه مرتبط بامور اكثر تعقيدا. شكون اللي بدا؟ ماناش نحكيو، انا نحكي لك في 2024. هل انتايا تما تهربت لي من الاجابه. على واش الاجابه؟ قلت لك كي خرجنا احنا من الاستقلال هما دخلوا علينا بالعسكر. ولينا الحرب الرمال، دوك عدت تفرق. بارك الله فيك. كي تطرح السؤال شوقي بن زهره كي طرح له السؤال مضبوط يجاوبك اجابه مضبوطه. اوكي دوك نروحوا وحده بوحده، ما كان حتى اشكاليه اخي الكريم. روح. انا قلت لك بعد الاستقلال وعلاه زادوا علينا هما بالعسكر. وان كنت انا نتحاشى به نجبد هذا، وان كنت نتحاشى انا به نجبد الموضوع هذا على الجال كيما نقول الحساسيه. مالغري رانا شعب واحد، وانا نزيد نعاودها خاوه. مالغري انت واش قاعد تقول لي كيما بصح انا نقول لك شعب واحد واخوه واحده. جاوبني برك معليش اخي الكريم. متاكد حاب نحكيو على حرب الرمال؟ راك سور؟ معليش اعطيني سبب برك. سبب واحد ماشي مشكل. لما التقى فرحات عباس مع الملك المغربي محمد الخامس قبل الاستقلال، ماذا كان الاتفاق بين الرجلين؟ حاب تحكي حرب الرمال لازمني نحكي على حرب الرمال في ظروفها كلها. معليش انا سقسيتك انت كمل لي خويا، انت عندك معطيات اكثر مني. انت كيما نقولوا متخصص في السياسه. تفضل. لما التقى فرحات عباس مع الملك المغربي محمد الخامس كان اتفاق بانه اصلا فرحات عباس كان رايح باش يطرح الاشكاليه تاع الحدود مع المغرب.
من أجل أن المغرب يقبل بدعم الثورة التحريرية. لكن محمد الخامس بحكم أنه كان إنسان تاع شرف وتاع أصل قال لفرحات عباس بأن الإشكالية تاع الحدود سنطرحها وقت ما تستقل الجزائر بيناتنا، يعني نطرحوها ونتناقشوا على الموضوع تاع الأراضي اللي سلمتها فرنسا واللي أخذتها فرنسا. كان هذا الاتفاق، بالإضافة إلى أنه كان عرض فرنسي وقت الاحتلال، تعرف بأن المغرب دعمونا في الثورة التحريرية بشكل كبير. أول من طرح القضية الجزائرية في الأمم المتحدة هو محمد الخامس، مصانع الأسلحة اللي فتحوها لنا، الجيش الحدود مع بوخروبة. مش غير المغرب، مش غير المغرب، مصر عاونت، كل دول العالم عاونت. أعطيني بلد دعمنا مثل المغرب بنفس الدرجة. مصر حالة خاصة. مصر دعمتنا، أخي الكريم. مصر دعمتنا لكن ما كانش فيها جيش. على بالك باللي المغرب وتونس، كان من المفروض انك تقول لي تونس باش نعطيك الاجابه. لا قال نقول يعني الناس يعاونتنا بزاف. لا ما كانش مصريين ماتوا من اجل الثوره التحريريه، كاين توانسه ومغاربه وليبيين، والليبيين راهم في المنطقه اللي درك دخل ليها حفتر، وكاين تما النصب التذكاري تاع الشهداء. نتوما المشكله الانسان لازم ما ينكرش الخير. لا ما نكرش الخير، بلا ما نكروا الخير بركا، بلا ما تقلل. راهم هما جابوا لنا الحريه، هادو الجدود ما تعطينيش صفه، ما تعطينيش صفه، انا مش ما فياش اخي الكريم. خلاص انا مصباح ما لم تنقش، ما لم تنقش. كيفاه شكون انا نقصت من المراكه الحجم تاع الدعم. راهم فتحوا لك، نجيب لك الشهاده تاع المسؤول على الاسلحه في الثوره التحريريه. نعم نجيب لك الشهاده تاع وين كانت تنزل الاسلحه في كازابلانكا وكانت تدخل. علاش تحبوا تقللوا من القضيه؟ لا جامي، انا قلت لك جامي عاونونا المغرب كما عاونونا المصريين وتوانسه والعراقيين. ماشي كما عاونوك المصريين، المغرب سي با لا ميم شوز. وتونس راهم ناس ماتوا عليك، المغرب راه الناس ماتوا عليك، ليبيا راه الناس ماتوا عليك. مانيش نقلل في الدور تاع مصر، بصح هادو الجيران راهم ماتوا، دماءهم اختلطت مع دمائنا. راهو اول واحد دخل القضيه تاعك للامم المتحده راهو محمد الخامس. كيفاش دركا المسؤول على الاسلحه بوداود، الشهاده تاعو راني قداش نخطر نعرضها، يقول لك باللي الاسلحه كانت تنزل في كازابلانكا وكان الجيش الملكي يوصلها لجيش الحدود. ما لازمش نكروا الخير. دونك بعد كل هذا كان عرض من دوغول لمحمد الخامس بانه فرنسا تتنازل على تندوف وبشار للمغرب مقابل وقف دعم الثوره التحريريه. كان رفض مغربي للقضيه هذه من محمد الخامس. دونك استقلينا حتى محمد العنقا غنى الاغنيه تاعو الشهيره الحسن الثاني في كتافنا، ما بقاش استعمار في بلادنا والحسن الثاني في كتافنا. دونك ما تقدرش حتى الحاج محمد العنقا بعظمته غنى الكلمات هذه. صارت القضيه هذه كامل. المغرب بعد الاستقلال جا قال لك واش والحدود، والنظام الجزائري من في شق اخر كانت عنده الانتفاضه تاع الافافاس في 63 وكانت النظام راح يسقط. دونك تاوعنا استغلوها. بوخروبه وبن بله قال لك باللي ما قاله فرحات عباس في وقته لا يلزمنا ولا يلزم الدوله الجزائريه، وصارت القضيه. بن بله قال لك حقرونا ورحنا للحدود وشعلت، وهذه هي القضيه.